اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم مشتركي الكرام. كما راكم تشوفوا سالومي في جزر المالديف. شوفوا الحطه اللي راها فيها، شوفوا اللبسه اللي لابستها اللي تري سامبل. شوفوا شعرها كيفاش راهو. قالت لنا كنت حابه نروح الرحله. ها هيك شوفوا واش قالت. المالديف هي المكان اللي تمنيت نروح ليه شهر العسل، بصح ربي ما كتبش وما رحناش وتأجل هاد الفواياج. بصح شاءت الأقدار وما صراتش كيما حبيت وتأجلت. ومن قلبي نقول لكم إذا تأخرت عليكم أكيد راه ربي شايف فيها خير. هنا راها تقول باللي كنت بزاف متمنية نروح لجزر المالديف ونجوز فيها أيامات شابين، لكن ربي ما كتبهاش وجا الحمل تاعي وكنت مانيش قادره نفواياجي وتعبت وفشلت وسمنت وجا رمضان وجاو الظروف كامل، لكن ربي كتبها الآن وراني رحت وعاودت شهر العسل تاعي بدون أطفال. قلت لكم هنا راني خايفة يجي البيبي ونثقل وما نقدرش نبوجي وما يخلينيش نتحرك ونكون متعلقة به. رجعت الطاقة الإيجابية تاعي، عاودت طاقة واحدة أخرى باش ندخل المرحلة تاع الولادة والشهور الأخيرة من الحمل تاعي وأنا فرحانة وأنا سعيدة وأنا عندي كل طاقة إيجابية. قلت لكم بصح ما تعلقوش عليا كما بعض الصديقات وبعض المؤثرات اللي خرجتوا وهاجمتوهم وقلتوا راهم يديروا في التجارة وراهم أزواجهم يتجروا بهم يتجروا بالفيديوهات تاعهم. قلت لكم أنا رحت وحوست وشاركت معكم التجربة تاعي وشاركت معكم الصور تاعي، لكن ما ننتظرش منكم تعلقوا لي تعليقات سلبية، لأنكم عائلتي الثانية ولأني نحبكم بزاف بزاف. حبيت نشارك معكم كل لحظة عشتها وكل لحظة فرحت فيها نحب نتقاسمها معكم. المهم قلت لكم الحرارة جد مرتفعة ثم واستمتعت بالوقت تاعي أنا والزوج تاعي.